مساء الخير، صباح الخير، اهلا بيكم في برنامجي اللي بدأ يبقى برنامجكم معرفش. شكرا جدا على دعمكم الحلقات اللي فاتت، واتمنى الحلقات اللي جايه كمان تعجبكم، ولو الكونتنت بيعجبكم اعملوا سبسكرايب في الشانل عشان نقدر نكمل برنامجنا معرفش. معرفش ليه اول ما خلصت الحلقه الاخيره من عمر افندي لقيت نفسي بسال سؤال: يا سلام لو في آلة زمن ونرجع بقى ونروح في الزمن براحتنا اكننا عادي يعني رايحين الساحل مثلا. ايه الدنيا لو شاليه في مراسي؟ معانا شاليه في مراسي على البول على طول عن 35,000 جنيه. لا انا عايز حاجه الليله اليوم مش السيزون. ايوه يا باشا، ما ده في اليوم. نرجع بس مش لازم كتير يعني عشان ما نعملش فوضى ولخبطه في الزمن. فيها ايه مثلا لو نقضي الويك اند في زمن تاني بس يكون ارخص من مراسي شويه، مره نقضيه في الاربعينات حيث المزاج العالي ودياستي والطرابيش والفساتين الشيك والموضه اللي كانت موجوده في مصر قبل باريس والسينما الحلوه واغاني الست ليلى مراد. والويك اند اللي بعده نقضيه في السبعينات، حلوه برضه السبعينات، الوان كتير بس مش مشكله. ليه بنروح للحب مين مرتاح القلب وشعور طويله بقى سواء مفروده او شطه اللي هو الكيرلي يعني في زماننا دلوقتي، بس انطلاق بقى وافلام حلوه، ميرفت امين القمر والدنيا لطيفه قوي. ولا نروح مثلا الستينات، حلو برضه، افلام رومانسيه وعبد الحليم وحب وبس واحلام والدنيا في السهل منه والحياه رخيصه. والويك اند بقى اللي بعدين نروح نقضيه في حفله من حفلات ست ام كلثوم في الخمسينات، الناس قاعده متشيكه وكله بيسمع بمزاج عالي، حلو ده قوي. بس هم ليه ما بيعملوش آلة زمن عشان نروح ونتبسط؟ واللي عايز يفضل قاعد بقى براحته، بس اهم حاجه اجازته تكون تسمح. بس جت في دماغي فكره نكد كالعاده، قلت بقى يا خبر لو عطلت في زمن من دول ومعرفتش ارجع. قعدت افكر تاني، طب دي هتبقى حاجه حلوه ولا حاجه وحشه ان اتزنق في الزمن ده؟ معرفش. ولا حابين يتولدوا في زمن تاني غير اللي اتولدوا فيه؟ طب الناس اللي عايزه تسافر للمستقبل ولا للماضي؟ معرفش. طب انهي زمن اكتر الناس تحب تعيش فيه؟ طب احنا ممكن يكون اختيار زمن معين عايز تعيش فيه يكون بيعكس رؤيتنا بس للزمن اللي احنا عايشينه والزمن اللي عايزين نروح له، ولا بيعكس كمان طبيعتنا الشخصيه؟ واسئله تانية كتير قوي. طب هل الفن مؤثر لرؤيتنا للزمن بالشكل ده؟ طب هل الصوره اللي راسمينها للازمان دي حقيقيه؟ معرفش، بس تعالوا نجرب نفكر ونحاول نعرف، يمكن نعرف ويمكن معرفش. في الاول حاولت ادور على استطلاع رأي اتعمل في مصر عن اكتر الازمان اللي الناس تحب تسافر فيها، لان لقيت ان في جامعات بره عملت استطلاع شبه ده. في مثلا استطلاع اتعمل بره في سنه 2018 عن عينه من 20,000 واحد، 25% منهم اختاروا انهم يعيشوا في الستينات، و22% منهم فضلوا المستقبل، والباقي بقى متوزعين على الازمان المختلفه. حاولت انا كمان اعمل كده وطلبنا الناس تخش على البيج بتاعت الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن، ويا ريت اللي بيتفرج يبص على الانستجرام والفيسبوك بتاعنا عشان يتبسط اكتر واكتر ونتناقش اكتر واكتر. وعملت استطلاع راي محندق كده ما بين زمايلنا واصحابنا في الشغل، ناس كتير فعلا حابه تروح للماضي بازمانه مختلفه، وقليل جدا على فكره كان عايز يروح المستقبل، يمكن عشان خايفين ويمكن ده بيعكس نظره تشاؤميه للناس عن بكره. حاجه صعبه قوي ان الناس تفقد الامل في بكره على فكره. معرفش بس هل ممكن في يوم من الايام يحصل كده وفعلا يخترعوا آلة الزمن؟ ولو حصل هل ده بقى متاح لكل الناس؟ طب ليه الناس دلوقتي مصدقين ان ده ممكن يحصل؟ ممكن عشان الفتره اللي فاتت شفنا اختراعات كتير مستحيل العقل كان يستوعبها. مين كان يصدق اننا اتحكمنا في الطقس بالتكييف، والمسافات بالطيارات والعربيات، والاتصالات والمعلومات والتواصل بالانترنت، والعلاج وحاجات تانية كتير، وحتى اليوتيوب نفسه اللي بكلمكم منه النهارده. كل ده كان ممكن يكون انه حسس الناس انها قربت. اصل ايه تاني ناقص؟ ولا يمكن الصعوبه اللي بيواجهوها في الزمن ده وضغوطاته، ولا فضول، ولا ايه بالظبط؟ تفتكروا ممكن نشوف امبارح اللي كنا بنشوفه ابيض واسود بالوانه الحقيقيه؟ هشرح لك كده فكره علميه على البسيط عشان ما اطولش عليك. النظريه النسبيه لاينشتاين هي اللي فتحت مجال الفيزياء على فكره السفر عبر الزمن، واللي قبلها كان نيوتن بيقول ان الزمن بعد ثابت بيتحرك لقدام بس، لكن اينشتاين اثبت ان كل شيء نسبي. فرضا احنا ثلاثه دلوقتي، انت راكب عربيتك وماشي على سرعه 60 وانا ماشي جنبك على سرعه 80، وصاحبنا الثالث واقف على الرصيف بيبص علينا، انت بالنسبه له ماشي على 60 وانا بالنسبه له ماشي على 80 وانا بالنسبه لك ماشي عنك زياده 20. يبقى هنا كل حاجه نسبيه بالنسبه لنقطه الرصد، ونفس الكلام بيتطبق على حركه الكواكب والنجوم. لكن الكلام ده كله ما بيتطبقش على سرعه الضوء، لكن العلماء بتقول انها بتفضل ثابته في كل الاحوال، وان الضوء هيوصل في نفس الوقت لاي نقطه ومش هيتاثر بزياده سرعته. وعلشان كده بنقول ان احنا لو قدرنا نتحرك بسرعه الضوء او سرعه قريبه منه، مش بس هنقدر نوقف الزمن، لا هنقدر كمان نتحكم فيه، نطلع لقدام او نرجع لورا، لان ساعتها الزمن هيتبطأ. حاجه كده شبه النجوم اللي بتشوفها في السماء، الصوره اللي بتوصل لنا منها دي صوره قديمه مش حقيقيه، ممكن يكون نجم اصلا مش موجود وانت شايف صوره قديمه ليه. الحاجه الوحيده اللي منعانا عن السفر عبر الزمن هو اننا ما قدرناش نوصل للسرعه العاليه دي اللي بتساوي 300,000 كيلومتر في الثانيه. ومش بس كده، لا، ان كمان الجسم يفضل في حالته الطبيعيه، بس مين عارف، ما يمكن. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا سمير؟ اقفلها يا سمير! انا مش عارف ايه ده؟ ايه ده؟
وبعدها بقى كترت النظريات في العالم اعتمادا على نظريات وافكار اينشتاين، زي مثلا نظريه الثقوب السوداء، واللي هي مناطق في الفضاء ليها جاذبيه عاليه نتيجه انهيار النجوم الضخمه، وبسبب الكتله الكبيره دي بيحصل تشوه للزمان في المنطقه المحيطه للثقوب السوداء دي. وكمان نظريات الثقوب الدوديه اللي هي بيعتبرها العلماء ممرات زمنيه بين كتلتين كبار جاذبيتهم عاليه جدا، لو وصلوا للمنظر ده النقطتين اللي فوق ممكن يتحرك ما بينهم كده. ونظريات كتير علماء الفيزياء والكوانتم فيزيكس بيحاولوا من خلالها يخترعوا آلة الزمن. مش عارف، بس انا حاسس ان في وقت معين مش هنسافر عبر الزمن، بس على الاقل هنعرف نسمع او نشوف ايه اللي كان بيحصل من شويه. اعتقد ده هيغير كل حاجه وهيخلي الحياه وحشه جدا. على فكره تخيل انك متراقب ونيجي جيل قدامي يشوف انت عملت ايه. انا مش فاهم يعني الدكتور بصير ازاي عايز يخش العالميه باختراعه جهاز البيانولا. بقى نسيبنا من الرعب والفيزياء قبل ما يلغوها هي كمان من الثانويه العامه، نروح بقى للادب. اول روايه تناولت السفر عبر الزمن كانت روايه هربرت جورج ويلس سنه 1895 واسمها آلة الزمن، وكان في قصه قصيره قبلها كان اسمها الساعه التي ذهبت الى الخلف. الروايات دي هي اللي كانت المفتاح لخيالنا وخيال المبدعين في فكره التعامل مع الزمن. طب ليه الناس اغلبهم بيحبوا يسافروا بالزمن للورا مش لقدام؟ معروفه يعني مش محتاجه، ان الزمن اللي هم عايشينه مش عاجبهم ومش راضيين عنه. معرفش، يمكن هم مش راضيين عن الزمن ولا على حياتهم هم في الزمن ده. طب لو السؤال ما بقاش تحب ترجع في انهي زمن، لا تحب تتولد في انهي زمن، تفتكر الاجابه مش تتغير؟ اصل انت لو اتولدت في زمن تاني خلاص بقى انت بقيت منه، هتعيش زيهم وتخسر متعه انك عارف اللي هيحصل وهيحصل ازاي، فما بقتش انت مميز يعني. وقتها تتمنى انك ترجع لزمن كمان وراه. طيب طول الوقت الناس بتشوف ان اولد از جولد والماضي دايما حلو عشان احنا شايفين منه الحلو، بس لو سالت الناس عايزين يرجعوا امتى وليه هتلاقي دايما اجابات بتعكس حاجات في نفسيه الانسان. مثلا عشان واحد بيقول انه ما يغلطش غلطه معينه زي انه خسر حب عمره او ما سافرش بره في وقت معين مثلا، او انه اتجوز واشتغل او دخل كليه ما كانش نفسه فيها. ده حد ندمان على لحظه معينه في حياته ومش قادر يتجاوزها ونفسه ما يكررهاش. بس تفتكر لو رجع وغيرها ايه اللي هيحصل في حياته؟ زي فكره لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع من الناحيه الدينيه يعني، او فكره ان الزمن هيعمل اعاده تشغيل عشان يتلافى الفوضى اللي انت هتسببها بفوضى اكبر بقرارك، زي مسلسل الصفاره مثلا. انا عارف انا هرجع لاني 3 دقايق بالظبط. يا اخوانا بقى مش ناقصين لخبطه والله العظيم، يعني احترموا اللحظه. انا رجعت، الصفاره اشتغلت. كان امين شايف ان اليوم ده هو اليوم المنشود واللي كل ما يغير فيه نشوف دايما حياته متبهدله اكتر من خلال مواقف كتير قوي بنعيشها في 15 حلقه. هو ليه المسلسلات اللطيفه دي مبقاش فيها اكتر من سيزون؟ طيب وفي اللي عايز يرجع عشان يبقى اغنى دلوقتي، يشتري بيتكوين ايام ما كان بسنت ويبيع منه دلوقتي ويبقى ملياردير بقى، ولا يشتروا حته ارض من اللي جده ضيعهم بملاليم؟ كل الناس جدودهم ضيعوا فرص احفادهم لغايه دلوقتي بيندموا عليها. مبروك عليك الارض يا واد يا عبد الجليل. الله يبارك فيك. البطاقه بقى يا اخويا عشان اخد منها البيانات. طلع بطاقتك يا جدو. جدك برضو؟ ولا يرجع يجيب كام لوحه فنيه مشهوره، او يا سلام بقى لو يحضر دفنه جده الفرعوني القديم ويعرف مكان المقبره ويرجع يفتحها بعد كام سنه. ثانيه واحده، هو انتوا بتتاجروا في الاثار كده عادي؟ هو ده مش ممنوع؟ لا مش ممنوع. وده عادي؟ عادي. بيشتري اسهم في ابل ولا جوجل وقت ما كانت شركات ستارت اب، وبقى ده راجل دماغه بيزنس قوي عايز يكسب كل حاجه. بس مين قال ان مفيش فرص استثمار حوالينا دلوقتي وهنندم عليها بكره ويحاسبونا احفادنا عليها برضه؟ وازاي كنا عبطوا ما استثمرناش في شركه كذا ولا جبنا كذا؟ معرفش. وفي اللي عايز ياخد تور كده في الدنيا زمان، ده راجل صاحب مزاج عالي قوي، عارف ان اكتر حاجه حلوه انك تتبسط وتتفرج، عايز يقضيها بقى بين الازمنه، يشوف الفراعنه كانوا بيحنطوا ازاي ويلبس كتان والعربات الحربيه ويروح يقعد مع الجواري في العصر المملوكي، ولا يعيش مع اسكندريه وهي بتتبني ويتفرج على كل زمان ومكان. وده شخص هتلاقيه مضغوط في الشغل قوي وزهقان من كل حاجه عشان كده عايز يقضيها بقى. في كمان المثقف اللي عايز يغير التاريخ حسب اتجاهه السياسي، يعني لو من انصار الملكيه هيروح يمنع ثوره يوليو، ولو من انصار مبارك هيوقف ثوره يناير، او ينتقم من محتل او زعيم هو بيكرهه فهيقوم اللي عايز يقومه وينيم اللي عايز ينيمه. وده اللي عمله بالظبط لينين الرملي في مسرحيه اهلا يا بكوات بطوله عزت العلايلي وحسين فهمي، واللي سافروا بالزمن عشان يحاولوا يمنعوا سقوط مصر في ايد العثمانيين لانهم شايفين دي نقطه تحول في التاريخ المصري. او بقى اللي عايز يرجع في زمن الجواز السهل وعلاقات الجواز اللطيف، يرجع بقى للسيد، ولا يرجع يقابل سعاد حسني ويحبها ويتجوزها، ولا يرجع لايام الجواز والحب السهل. طلبات الجواز السهله مش لازم يعني شقه في كومباوند. من عبد الرحيم عمر فاحتكى بالامر يا جماعه.
ده يا اما شاب مش عارف يتجوز من كتر طلبات الجواز، او زوج تعيس من المرأة الحديدية، ويرجع بقى يحط رجله في طشت بمية وملح. وابقى مستنياه كده وهو راجع من الشغل، ومحضره له الانجر اللي فيه ميه بملح علشان احط له رجله، وبعدين اجري بسرعه علشان احضر له العشاء. وفي نوع تاني عايز يرجع عشان يشوف حد خسره وراح من الدنيا خلاص، ويحاول يمنع ده لو يقدر يمنعه، او يروح يعيش معاه وقت اطول. النوع ده بقى عايش بعقدة الذنب، ازاي ما قدرش يتمتع مع شخص معين في حياته ويعبر له عن حبه وامتنانه ليه، وانه ما قدرش يشبع منه. بس هل فعلا الناس اللي بنحبها مهما قضينا معاها وقت هنشبع منها؟ وفي كام حد بنحبه ولسه معانا ومش حاسين بقيمته، بكره لما نخسرهم هنندم تاني وتالت. ليه الوقت بقى سارقنا كده؟ ليه مش قادرين نقول للناس اللي بنحبهم ان احنا فعلا بنحبهم بجد وقد ايه؟ حتى اللي بيختار انه يطلع بالزمن لقدام، ممكن يكون واحد نفسه يشوف هيحصل له ايه كمان كام سنه مثلا، هيتجوز مين، هيترقى يبقى ايه، ولا حتى يبقى عنده شعر ولا راح. اخوك الكبير بكره هخلي لك الدمج للركب. انا بقيت سخيف قوي. وعلي بقى في المسلسل كان انهي نوع من دول؟ علي كان نوعين في بعض. كان واحد راح يشوف سر ابوه وايه اللي ابوه كان بيعمله، في نفس الوقت كان زهقان في الحياه اللي عايشها، فبقى عمر افندي اختار لنفسه اسم واختار حياه يرجع فيها يكون فنان ومغامر، يرجع يهتم بالناس عشان يكتشف ان قلبه حب من جديد. المسلسل ده ممكن يكون فيه حاجات ناقصه، لانه اهدر مواقف كتير ممكن يطلع منها كوميديا، واهدر كمان جرعه شجن كبيره او حتى تشويق، لكن قدر بغرابه انه يخش جوه قلوب ناس كتير وتحول لترند بسرعه جدا. معرفش هل ده بسبب اشتياقنا اننا نكون عمر وكارهين كنا علي، ولا ده سحر الاربعينات وجمالها، ولا كاست المسلسل اللطيف دايما ومتسكن كويس قوي في ادوار مظبوطه ولايقه عليه، رغم ان الديكور قليل ومعبرش عن جمال الفتره، لكن العلاقه الرومانسيه بين آية سماحه واحمد حاتم كان ليها المفعول السحري. Found in your arms in the rain or shine to be sure in my heart you are mine oh mine. العلاقه دي اخدت عينينا عن الديكور الفقير والتصوير العادي، خفه دم دياستي وشلهوب الشخص اليهودي اللي ممكن يكون نمطي شويتين في رؤيتنا لليهود، بس شافها غليل المشاهدين في فكره خوفه ورعبه من الالمان حتى بعد ما خسروا، والخوف ده اللي كان عامل له عجز مع رشال في بيت الانس والمزاج، ولا بقى بيت الانس والخفه بتاع لمع النجس، واللازمات اللي اتحطت لكل ممثل. قدرت تخلق حاجه لطيفه قوي. المسلسل من اول اختيار الممثلين كان موفق جدا، المزيكا بتاعت المسلسل لطيفه، الكاست حجمه مش كبير بس متوازن جدا، ولا الاغنيه بقى اللي بقت ترند، يعني اغنيه جايه من التسعينات عشان تبوظ الكباريه فتنجح في الاربعينات. فهمت ولا زفك زفه العسكري الانجليزي في العشه؟ المسلسل محتاج كلام كتير قوي عشان نعرف ان مش مهم تصرف فلوس كتير على مسلسل عشان يوصل للناس، المهم تعمل توليفه تليق على الناس وتظبط مزاجهم وتبقى حاجه 13 كده. فهمت ولا زفك زفه العسكري الانجليزي في العشه؟ ماشي، بس عمر افندي ده مش اول واحد يتكلم عن السفر بالزمن سواء بره او جوه. اشمعنى ده بقى؟ معرفش بجد ليه، بس في حاجات اتناولت السفر عبر الزمن زي سمير وشهير وبهير اللي مش محتاج احكي عنه، افيهاته لسه عايشه معانا لحد دلوقتي. وفي فيلم رساله للوالي، واحد من اخفاقات الزعيم القليله قوي في مشواره، معرفش انهي تيمه تنجح اكتر. المنطقي ان حجم المفارقات الكتيره بتاعت حد من زمن قديم جاي زماننا المفروض تجيب ضحك اكتر بكتير، بس الغريبه ان فكره العوده الى الماضي دايما بتاكل مع الجمهور اكتر. يمكن لسه محدش عارف يلعب التوليفه دي صح، او يمكن المشاهد ما يبقاش متوحد مع اللي جاي من الماضي، لكن بيلاقي نفسه اكتر في اللي راجع من زماننا احنا للماضي. معرفش، بس احمد حاتم نفسه لعب التيمه دي في فيلم الغساله سنه 2020 اللي قعد 21 اسبوع وجاب 15 مليون بس، رغم ان في طقم كويس جدا، سلام وفتحي وهنا الزاهد والاستاذ محمود حميده، ونتعلم كده انك بالرغم من انك فشلت مره ممكن تحاول تاني. بس معرفش فكره السفر عبر الزمن بتاخد معانا شكل كوميدي ليه؟ ممكن عشان طبيعتنا كمصريين ان احنا اولاد نكته زي ما قلنا قبل كده في حلقه، تقدر تبص عليها تحت لو ما اتفرجتش عليها. ممكن الخوف انك تاخد ريسك انك تتكلم عن ده بجد، بس بره ومن بدري وهما بيستعملوا السفر عبر الزمن في مسلسلات وافلام كتير بكل الانواع، كوميدي رومانسي واكشن. مسلسلات زي دارك وكوانتم ليب اللي اتعمل سنه 89 واتعاد تاني سنه 22 واخدوا الموضوع بعيد خالص عن الكوميديا والاكشن، او مسلسل 221163 الامريكاني واللي فيه شبه كبير قوي من عمر افندي على فكره، وده روايه لستيفن كينج طبعا، اللي ما يعرفوش ده اللي كتب ذا شاينينج وشاوشانك ريدمشن وجرين مايل وحاجات كتير جدا. وفي كمان فيلم مهم جدا بيتكلم عن سفر عبر الزمن، وفيلم ميد نايت ان باريس، وده فيلم لطيف جدا بيتكلم عن الحياه الثقافيه في فرنسا في العصر الرومانسي، وفكرته برضه قريبه من عمر افندي شويه. طبعا الفيلم الاشهر باك تو ذا فيوتشر اللي اتكلم عن السفر عبر الزمن في اجزائه الثلاثه، راح فيها للماضي وللمستقبل وللماضي السحيق، واللي شخصياته اتاخد منها مسلسل المشهور جدا دلوقتي ريك اند مورتي. وطبعا مارفل ودي سي اللي راحوا بالافلام في الزمن ورجعوا عملوا مليون فيلم ومسلسل عن الحوار ده. وفي كمان التيمه بتاعت فيزياء الكم واللي اتكلمت عن الاكوان المتوازيه، لا مش بس رافض الزمن، ده انت رافض نفسك كمان وعايز تشوف نفسك في نسخه تانية في حدوته جديده.
زماني يا اواني يا مكاني، انا عايز اعيش في كوكب تاني. طبعا فيلم Everything Everywhere All at Once اللي اكتسح اوسكار 2023 كانت حاجه مهمه قوي لنوعيه الافلام دي اخيرا، انها تلقى اهتمام للي مهتمين بالسينما بعد ما كانوا فترات طويله جدا شايفينها سينما للاطفال. معرفش بس بحس ان الفن دايما بيعكس صوره ان مش مهم انت بتتكلم في ايه، لكن المهم بتتكلم ازاي. اي حكايه وليها الف طريقه وطريقه عشان تفهمها وتستمتع بيها، لكن دور المبدع انه يقدر يحكي القصه دايما بطريقه تعبر عن اللي هو عايزه بشكل كويس جدا يبسط الجمهور. وطبعا الاكوان المتوازيه ما كانش يقدر يسيبها هشام ماجد اللي دايما دماغه بره الصندوق، واللي عمل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه. هو فعلا فيلم لطيف ولذيذ جدا. يعني انت عايز تقول ان السينما بتاعت الفانتازيا هي اللي جايه وان سبب نجاح المسلسل فكره الفانتازيا بس؟ لا طبعا ما اقصدش كده، بس في حالة عامة في العالم كله وفي المنطقة العربية وبالذات مصر بشكل أكبر شويتين من نوستالجيا أي كلام عن الماضي، سواء الماضي ده تسعينات ولا خمسينات ولا أي وقت. دايما بيلاقي عند الناس مساحة بشكل كبير حنين الناس للزمن اللي عاشوه هم صغيرين أو لأزمان هم ما شافوهاش. كانت جزء مهم جدا من نجاح المسلسل ومسلسلات تانية كتير. هي الناس عندكم شكلها عامل ازاي؟ شبه اللي هنا بس مش زيهم. ازاي؟ مضغوطين، حس ان هم مطلوب منهم يحققوا حاجات محدش فرضها عليهم، بيعملوا كل حاجه بسرعه. قدرت تركز على الحالة مش مجرد الزمن، لأن كمان في مسلسلات افتكرت لو انت عملت شوية ديكور قديم الموضوع كده خلاص خلص، وما فكروش ان النوستالجيا اللي الناس بتدور عليها مش صورة، لا ده إيقاع للزمن وجو عام نفسهم يشوفوه. اغاني التسعينات بترجع ترند، او اغاني هاني شنودة بعد مسلسل حالة خاصة. اي حاجة ليها علاقة بالماضي بتنجح. والنوستالجيا في الاول كانت مصطلح بيشير لمرض نفسي ومعناه ألم الحنين، لحد ما جه عالم النفس الشهير كارل يونغ واعتبر ان النوستالجيا شعور جيد ممكن جدا يفيد في الوعي الجمعي للناس بتحديد كل ما هو جميل او شر. لكن تيجي الحرب العالميه الاولى واللي حصل معاها هجوم على فكره النوستالجيا، حتى مش سايبنا نحلم بالزمن القديم ولا حتى نشتاق ليه. المهم ان النوستالجيا واللي هي كلمه يونانيه في الاصل تحسن المزاج وتعتبر يعني وسيله من وسائل الدفاع النفسي. المهم ان النوستالجيا ممكن تكون حلوه وممكن تكون مؤلمه، ممكن لو استخدمناها في اللطيف منه نتبسط، وممكن لو افرطنا في استخدامها نلبس بقى كميه امراض ابسطها الاكتئاب. كمان المخ بيعمل حاجه لطيفه قوي، انه بيعمل مونتاج عشان يلطف الذكريات، يحسن الالوان ويظبط الذكريات اللطيفه، فيخليك تفتكر من ايام المدرسه الحاجات الحلوه والجميله وتنسى بقى الم الصحيان بدري ونبضات قلبك اللي بتعلى جدا وقت الامتحان، او مستني رد فعل باباك عن شكوى للمدرس بتاعك ولا المصايب اللي عملتها. ويخلي ذكرياتك فيلم لطيف عشان تتبسط. ده بيعزز احساسنا لما نيجي نقارن باللي احنا عايشينه دلوقتي واللي عشناه زمان. ده اللي كان بيخلينا فعلا نحس بسعاده لما نسمع اي حواديت عن زمان وليالي زمان، احساسنا بطفولتنا وايامنا الحلوه اللي كتير بنحس انها هربت مننا بسرعه، ونحاول نمسك فيها باي ذكريات. كمان ممكن يكون عامل الابتسامه واحنا بنفتكر كرتون بعينه مثلا، ولا موقف عشناه سوا، ولا لما حد يفكرنا بيوم ولا مقلب عملناه. كميه الضحك اللي بتطلع مننا ده وقتها بتبقى مش طبيعيه، بنسترجع الزمن لاننا خايفين. ما تسرسبيش يا سننا من بين ايدينا ولا تنتهيش، ده احنا يا دوب ابتدينا. تترات مسلسلات زمان بقى دي موضوع تاني بجد، عاوزه حلقه في يوم لازم نعملها. سيد حجاب واللي بيثيروا من النوستالجيا معانا بجد موضوع تاني. ده النوستالجيا اللي انت عشتها، امال اللي هتتجنن على زمن ما شفتوش وما عشتوش ده يبقى ايه بقى؟ توصل الاربعينات والنص الاول من القرن العشرين بالظبط كده. معرفش بس ممكن المسلسلات والافلام اللي اتكلمت عن الزمن ده كان ليها تاثير في رسم الصوره دي جوانا. يعني ليالي الحلميه وجمال الحلميه واصول البشوات وجدعنه زينهم السماحي. فين ابن البلد اللي في جدعنه ولاد السماحي؟ فين الصداقه زي صداقه البساطي وعلي بحر؟ فين مزاج وانطلاق علي بحر؟ فين الحب بتاع زمان ورومانسية زمان؟ الحب اللي بجد ملوش علاقة بحاجة، ناس بتعرف تحب وتعيش الحب. لو في حد يتكلم عن البساطي يبقى أنا. البساطي كان شقيق روحي وشريك العمر بالنص، وكان في القلب صاحب ملك، كان حبيبي وسري. والمشاكل اللي كانت بينا كانت بتصفى على طول علشان الود كان غالب. الحب في الاربعينات والخمسينات والجدعنه والاخلاق الواضحه، الخير الواضح والشر الواضح، الحياه لونين ابيض واسود،
والاسود نهايته سودا والابيض بينتصر في الاخر. لكن احنا عايشين في زمن مفهوش كده، سريع قوي في كل حاجه، مؤلم متعب، وتقعد تجري ما تعرفش بتجري من ايه ولا على ايه، لحد ما تكتشف انك اصلا ما عشتش. كل ده بقى نقلوا الفن لينا في زينيا وجمال اسكندريه في الاربعينات، وهو ده اللي صار وليالي الحلميه، المجتمع اللي بيقبل بعضه. دي الصوره اللي احنا كوناها عن الزمن ده، خلتنا نحلم كل يوم اننا نعيش فيه. شكل عمارات وكلام عادل امام في عمارة يعقوبيان، عن الشوارع اللي كانت بتتغسل. يبص على العمارات اللي كانت احسن من عمارات اوروبا، دلوقتي بقت مسابل من فوق ومن تحت مسخ. احنا في زمن المسخ. بالنسبة للشوارع اللي كانت بتتغسل والصورة الجميلة واللي الفن نقلها ليك عن الفترة دي، تفتكر بقى دي حقيقتها؟ أنا آسف جدا إن أقول لك لأ، أنا عارف إن أنا كده بزعلك، لأن الفترة دي في عيون الناس كانت فترة ذهبية، مش بس ذهبية، دي كمان بيتبني عليها توجهاتهم كمان في الحكم على الأمور. بس السينما والفن في الفترة دي كان ليها تأثير كبير قوي على الصورة اللي اترسمت عندنا. عارفين فيلم اسمه العزيمة اللي اختير كأفضل فيلم مصري في مئوية السينما المصرية سنة 1996؟ الفيلم ده بيقولوا عليه إنه أول فيلم واقعي بيصور الحارة المصرية، مع إنه مش واقعي خالص، ده اتصور في استوديو عادي. المهم ده مش موضوعنا ولا حتى موضوعنا اللي يختاروه أفضل فيلم. عمنا صلاح أبو سيف كان مساعد مخرج في الفيلم ده، وبيحكي حكاية هتبين كل حاجة. بيقول لك يا سيدي الفيلم ده كان في استوديو مصر، وكانوا خايفين جدا الفيلم ده يفشل لانه بيتكلم عن ناس عاديه، والافلام اللي من النوع ده ما بتنجحش. فاشترط على المخرج كمال سليم ان لو الفيلم ما جابش ايرادات انه هيخرج 5 افلام ببلاش، ووافق على كده على فكره. بس بعد كده الرقابه رفضت اسم الفيلم عشان كان اسمه في الحاره، بحجه ان السينما ما يصحش تجيب حواري، والصح انها تجيب قصور وحدايق. ما تضحكش يا سمير، عشان لما نموتوا يقولوا علينا كنا محترمين. ماشي حبيبي، بص هنا. ده الشكل اللي كان يهم الناس تظهر عليه. بس تفتكروا هو ده الصورة الحقيقية؟ اللي متأكد منه جدا ان مش كل الشوارع كانت بتتغسل بالصابون، لا، شوارعهم هم. مثلا سنة 1940 في مجلة الشؤون الاجتماعية بعنوان صور من القاهرة المجهولة، بيقولوا ان هم لما طلبوا من عمال النظافة نظفوا شوية شوارع من شبرا، خايفوا على صحتهم بسبب الامراض المنتشره بسبب الزباله اللي هناك. ممكن تكون دي حاله فرديه يعني. طيب نشرت مجله الكشكول سنه 26 تلغراف بتقول فيه ان الحاله الصحيه للقاهره سيئه جدا عشان الشوارع قذره، ودي شهاده الاطباء الانجليز عن سبب تفشي الامراض. بمناسبه الامراض بقى، تعرف ان مصر من سنه 1836 لحد 1947 اتعرضت 10 مرات للكوليرا، كل مره بياخد الاف من الناس، وكانوا بيسموها الشوطه. معرفش، بس تهيألي ان في ناس كتير عارفه ان فتره الملكيه كان المشروع الرئيسي من سنة 1941 لحد ما الضباط الأحرار جم هو مشروع محاربة الحفاء، اللي تم جمع تبرعات كبيرة جدا علشانه، وإن المصريين في أغلبيتهم ما كانش عندهم فلوس يقدروا يجيبوا بيها حاجة يلبسوها في رجليهم. ولا هي كانت الموضة إنك تمشي حافي زي ما بيقول الزعيم؟ يعني الموضة كانت بتنزل في مصر قبل باريس. طب كده وبس؟ لا، القاهرة كانت المية تتباع فيها عن طريق السقة، عشان مفيش مية حلوة غير في أحياء الأغنياء بس. القاهرة اللي هي العاصمة 72% ما كانش عندهم صرف صحي سنة 49، وربع مليون طفل بيموتوا سنويا بسبب سوء الرعاية الصحية. تعرف متوسط عمر المصريين سنة 37 كان كام؟ 35 سنة للراجل و24 سنة للست. تعرف ان مصر كان فيها 50 مليون اصابه مرضيه لما كان عدد السكان 16 مليون بس، يعني كل واحد مصاب باكتر من مرض، وده بسبب ان المصريين مش قادرين ولا يشتروا صابون ولا حتى يشربوا ميه نظيفه. تعرف ان ساعات عمل العمال كانت 70 ساعه اسبوعيا تقريبا. فلو بتتكلم بقى عن الحياه الجميله، متوسط دخل الفرد في السنه كان 9 جنيه سنه 45. ومش هكلمك بقى عن سلوك الجشع والاحتكار لدرجه ان الحكومه قررت انها تحاكمهم عسكريا. طب التعليم بقى، الاميه في مصر كانت 80%، والبطاله 50%. اطفال الشارع متسولين، والمتسولين نفسهم كانوا مالين البلد. عدد المتسولين اتقبض عليهم في القاهره سنه 33 كان 13,000 بني ادم. كان في 561 حاله انتحار بسبب البطاله. لما بقى المصريين انت بتحلم تكون واحد منهم، كانت قله قليله جدا عايشه في شوارع نظيفه. عدد اللي كانوا شغالين في بيوت وقتها كان 2,700,000. على فكره ده جزء صغير جدا من حقيقه الاربعينات، مش كل الحقيقه، عشان لما ترجع ما تتصدمش. زمن بتتشوي فيه الناس في الافران عشان لون جلدها احمر ولا اسمر ولا عينيها مسبسبه وعايز نكسبها. هل الفترة دي بس اللي فيها مشاكل والباقي كله حلو؟ لا طبعا، كل فترة في التاريخ لها مميزات وعيوب، لكن الأكيد إن مفيش جنة على الأرض، ولا زمان ولا دلوقتي. في أخلاق بنخسرها، في راحة بال بتقل، ده حقيقي. كل ما المجتمعات بتكبر والحياة تضغط علينا والسعادة ساعتها بتقل، وده برضو اتقال في حلقة السعادة بقى انزل بص عليها. السبعينات مثلا كانت يعيش الحكومة، أما بقى التسعينات البلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. وفي الآخر الألفينات. بطلت هندسة ليه؟ البلد دلوقتي مش محتاجة مهندسين، محتاجة صيع.
حرامية. الفترة الوحيدة اللي كان فيها أمل عادل إمام قال البلد بتاع الشهادات. صحيح عادل إمام اتكلمنا عنه كتير، لو ما شفتش الحلقة بقى انزل برضه شوفها. كمان حط في بالك وانت راجع بالزمن لورا ان الحياة اللي انت عايشها دلوقتي وانت من الطبقة المتوسطة أو في أي مستوى فيها، والرفاهية اللي عندك دلوقتي ما عاشهاش أعتى ملوك الفرس والروم، ولا حتى الإسكندر الأكبر، ولا حتى خلفاء وملوك العرب والمسلمين. ابتدي معاك بيومك العادي، منبهك بيضرب عشان يصحيك من النوم، تفتح عينك وتمسك الموبايل عشان تشوف اللي بيحصل في الدنيا حواليك والاخبار وكده. واللي هم ساعتها كانوا بيستنوا حاملين الاخبار والقادمين من البلاد التانية عشان يعرفوا اخبار ساعات حصلت بعد شهور وساعات حصلت بعد سنين. وبعد كده بتقوم تدخل حمامك تاخد دش ميه سخنه او ساقع عشان يفوقك، طبعا ده بدوسه واحده. ومش محتاج طبعا اقول لك كانوا بيعملوا ايه. تلبس هدومك وتدخل مطبخك، تحضر لنفسك فطارك وتعمل كوبايه قهوه من البن اليمني او البرازيلي اللي جايبه من المطحن تحت بيتكم، واللي هم بالنسبه لهم كانوا بيستنوا رحله الشتاء والصيف عشان يجيبوه. وبعدين لو عندك عربيه او حتى تركب مواصلات، هتنزل تركب عربيتك بقى وتشغل التكييف عشان الجو حر. جبتش بقى حصان ولا جمل وتجيب ناس تحميك عشان نقطع الطرق، وحتى مش محتاج حد يمسك لك مروحه عشان يهويلك بيها في الجو الحر ده. ترجع بقى البيت تلاقي الاكل معمول لك ومستنيك، ولو عايش لوحدك فبمكالمه تليفون هيجي لك لحد البيت اي نوع اكل من اللي نفسك فيه في اي مطبخ في العالم. حتى جوده الاكل وطعمه اتحسنت اضعاف، وبقى جوه كل واحد فينا فود بلوجر. البطاطس بتقرمش واللحمه جوسي والفراخ لوسي، وادي الاكل 6 من 10. حاجات كتير مش هتلاقيها في الازمنه دي، بس يمكن العيب فينا مش في الزمن، معرفش. بس زي ما بيقول الامام الشافعي، نعيب الزمان والعيب فينا. يمكن مشكله فينا احنا، ان تلهينا بالدنيا وانشغلنا عننا نشوف حبايبنا اللي بجد ونهتم بكل اللي حوالينا. يعني ساعات بنقابل ناس على السلم ونكتشف ان هم جيراننا واحنا ما نعرفش. وممكن تلاقي عيل صغير بيغلط في راجل كبير والناس ساكته، او ابن بيرمي امه او ابوه في دار مسنين، ولا ايه حاجه فعلا تحزن. انت خذلتني، انت طلعت فالص. فيمكن عشان كده اللي فيهم الخير بيحاولوا يرجعوا لزمان، يمكن بيضيعوا راحه البال والبساطه والهدوء والناس الحلوه اللي مليانه خير بجد، والجيران اللي كانت لبعضيها وبيقفوا مع بعض في الحزن قبل الفرح. يوه عايزين الطبق ده. صحيح الطبق ده كان برضو المره اللي فاتت كان هنا ونزل تحت باين، صح؟ الطبق ده طالع نازل من اول رمضان لغايه ما نسينا هو طبق مين. حارة زمان والقهاوي اللي مليانه ناس قاعدين بيلعبوا طاوله ودومنه وبيحكوا مع بعض، وضحكهم جميل مالي المكان. ولما بنت الحاره تعدي ينزلوا عينيهم في الارض وما يجرؤش حد يبص عليها، ولا احترام الكبير وتقدير كلمته في مواقف الصلح والفصل وخروجات العائلات في الجناين. وكل واحد جايب احسن اكل بيعرف يعمله عشان فعلا يبسط حبايبه اللي حواليه. المزاج الرايق في كل حاجه، مفيش سباق سرعه، كل حاجه بتاخد وقتها. والضحك اللي من القلب بجد، الحياه البسيطه اللي مليانه حب ومسانده. يمكن عشان كده بنحل للماضي وجماله، يمكن عشان كده مستنيين شمه من روايح الزمن الجميل، معرفش. يا روايح الزمن الجميل للسنين بتطفي في قلوبنا حنان الحنين، ونحن عارفين احنا مين ولا فين، والفين حيحدفنا زمن